الفيب والايكوس نون امن. وايه هي اضرار الايكوس اصلا؟ في اخر الفيديو ده هتسمع مصايب انت ما سمعتهاش في حته قبل. نظرا ان الايكوس اختراع حديث فاحنا هنتكلم بناء على المعلومات اللي معانا يومنا هذا. يعني السجاير بتقتل اكتر من 8 مليون انسان سنويا. ليه؟ عشان فيها اكتر من 5000 ماده كيماويه تنتج نتيجه حرق التبغ اثناء الشرب او التدخين، تسبب عشرات الاف الامراض اللي ممكن تؤدي الى الوفاه. طب ايه الحل؟ بدل ما نحرق التبغ نسخنه بس. نفس التبغ، نفس المواد الكيماويه، نفس كل حاجه، بس شلنا عنصر الحرق. طب هل ده خلاها اقل ضرر؟ هو اكيد، لان المواد اللي ناتجه عن الحرق اختفت اخيرا. بدل ما كانوا فرنج من 5000 ل 7000 ماده كيماويه، اخيرا بقوا 1000 بس تقريبا. فالاجابه هي اقل ضرر بس النسبه مش كبيره قوي. طب مقارنه بالفيب، الفيب فيها 4 مواد معروفين لذلك دراستها اسهل كتير مقارنه بالايكوس. ايكوس مفيش منها ارقام رسميه اقدر اقارنها بالفيب، لكن بشكل مبدئي كده الفيب امن كتير طبعا. والاهم ان مصنع الايكوس هو فليب موريس. هو اللي صنع السموم على مدار السنين اللي فاتت دي كلها، كان بيحاول يقنعك انها خاليه من الاضرار. فده سبب كافي يخلينا نخاف ويخليك انت كمان تخاف. ولو انت من الناس اللي مصدقه ان الفيب ورا شركات التبغ ومش عارف ايه، فمفيش الكلام ده خالص. الفيب اختراع صيني بحت، و99% من الشركات اللي انت تعرف اسمها اصلا هي شركات صينيه. طبعا انت عارف من عدو الصين الاول والمصنع الاكبر للتبغ، عشان كده بيحاولوا يشيطنوا الفيب باي طريقه. لكن التشابه الوحيد ما بين الاثنين هو استخدام السولت نيكوتين، اللي هو كميه اكبر من النيكوتين واسرع للوصول الى الجسد واكثر ادمانا بكتير. ومستخدم الايكوس ممكن ياكد لك قد ايه تاثيرها قوي. للاسف السولت ده وصل لعالم الفيب، في ناس بتستخدمه بلا وعي تماما وهيدفعوا ثمن ده. فانت خليك عاقل واعتدل في استخدامك لاي حاجه عامه، مش في النيكوتين بس. يعني ملخص ان الايكوس امن من التدخين ممكن، والفيب امن منهم هما الاثنين بكتير. خليك عارف ان المكسب الاكبر هو الاقلاع تماما. حتى الفيب مرحله ولازم تنتهي. وبكده اكون عرفتك